تفتكروا في مطعم في القاهرة كان بيقدم الفراخ واللحمة مجانا للناس اللي مش قادرة تدفع؟ يا جماعة الحكاية طلعت حقيقية، وورا اليافطة القديمة اللي قدامك دي قصة إنسانية عمرها أكتر من 90 سنة. ده مطعم فاروق الخيري في حتة اسمها باب الشعرية، اتأسس سنة 1932، وكان هدفه تقديم الوجبات للفقراء والناس كمان عابري السبيل، وكان بيتقدم بجودة عالية لدرجة إن أمهر الطهاة أو الطباخين في القصر كانوا بنفسهم بيشرفوا على إعداد الأكل، والناس اللي معهاش فلوس كانت بتخش تاكل مجانا. تخيل، بياكلوا لحمة وفراخ ورز ومكرونة، كل ده ببلاش. كمان في رمضان كانت موائد الرحمن أو موائد الإفطار بتمتد قدام المطعم لأي حد محتاج. للأسف النهاردة ما تفضلش من المكان ده إلا اليافطة اللي بتقول أو بتحكي قصة من أجمل صفحات الخير في تاريخ القاهرة. الله يرحم الملك فاروق الأول، يعني لو رجع بيك الزمن هل كنت تتمنى تشوف المكان ده وهو شغال؟ لو كده اكتب لي في الكومنتات، واشوفكم على خير. سلام.